لو انت من بنها او نزلت بنها قريب فانت لازم تجرب المطعم الجامد ده. النهارده عند واحد من اقدم الناس اللي بتعمل مشويات في بنها، بقاله تقريبا 25 سنه، فانا دلوقتي هخش اجرب من عنده المشويات واشوف فعلا جامده ولا لا. يلا بينا. والمكان اسمه الادهم والعزوه. بص بقى، لو انت جاي من بنها هتخش شارع الجزارين اللي هو بعد شارع الصاغه بالظبط. المنطقه اسمها ايه؟ محلات الحاج محمد عطيه. والميزه في المكان ده بقى ان الاكل اللي انت بتاكله من الجزاره بتاعته. هم قالوا لي اللي هم عندهم مزارع وبيذبحوا كل يوم، واللحمه اللي احنا بنبيعها في الجزاره هي اللحمه اللي بتتعمل في الاكل. واول حاجه نزلت السلطات مع الطحينه، وبعد كده الاكل بدا ينزل. كنا طالبين صينيه المشويات دي كفته بالضاني دي ولا طرب ده؟ صح. كنا طالبين صينيه المشاوي بيبقى فيها خيرات الله، كفته وكباب وشيش وحواوشي وحاجات كتيره جدا. دي بقى كفته بالطرب الضاني كده زي ما انتم شايفين. عجبتني قوي الكفته اللي هي بالطرب بالضاني كده، كان طعمها حلو جدا. واللي كان مخلي طعمها حلو الدهون اللي كانت في الكفته كده. بعد كده بقى دخلت على الحمام المتحمر. الرز اللي كان جوه الحمام كان شكله مفلفل، طعم الحمام بقى كان مسكر وحلو قوي. دي بقى حته الكباب. كفته بقى ايه ما تحلاش غير بالطحينه. ودي طعمها جامد. بصوا يا جماعه، ده الفراخ المشويه، اللهم صل على النبي. تتبيلتها ناقصه ملح شويه، بس عجبتني قوي في التشويه بتاعتها، الشويه بتاعها حلو قوي. يلا بينا بقى نجرب الشيش. الشيش بالنسبه لي طعمه حلو بس مش مميز، مش ده اللي انا كنت متوقعه. الصينيه كمان كان فيها حواوشي، وانا جربت الحواوشي بصراحه مش هيجي زي حواوشي عرب الرمل طبعا، بس هو كان طعمه حلو. يلا بقى ايه نعمل ساندوتش كده. عباره عن ايه بقى؟ ناخد حته كفته كده في الساندوتش مع حته كباب، ماشي، نحط حته شيش، نغرق بقى ايه ساندوتش كده في الطحينه. نجرب بقى الشوربه دي بقى، نعصر كده عصره الليمونه، ويلا بينا اشرب شويه. شوربه دسمه، شوربه كوارع يا جماعه، طعمها حلو قوي. جرب بقى الكوارع دي. وبس كده، انا ابو حميد، يا ريت تعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.